نستضيف وياكم الآن أعزائنا المشاهدين الأستاذ علي ذياب، باحث وأكاديمي، يتكلم لنا عن دور بغداد في السياحة والسياحة في بغداد في الآونة الأخيرة. أستاذ، ما هي الأسباب التي أدت إلى اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية؟ احنا قلنا ما ممكن ان احد يختار بغداد، هي من تختار، لان بغداد هي الثقافه. احنا دائما في ثقافات الدول دائما بتدعو قضيه المهرجانات ان تكون بعض المدن هي عاصمه الثقافه، فمن باب التجديد ومن باب التنوع، واضح، من باب ان التعريف بتلك المدن مثلا دبي، الرياض وغيرها من المناطق، دائما يعمدون الى اقامه المهرجانات والكرنفالات حتى يعرف بتاريخ هذه المدينه، او ان المدينه غير معروفه، فمن خلال هذا المهرجان او من خلال هذا الكرنفال تكون معروفه. اما بغداد ابدا، بغداد هي معروفه، يعني ما ممكن ان لاحد ان يقرا التاريخ لا يمكن ان يتجاهل أو لا يتذكر بغداد، لأن بغداد قلنا هي التاريخ، في عمق التاريخ هي الحضارة، هي الحاضر، يعني بغداد هي المتنبي، بغداد هي الجواهري، بغداد هي علي الوردي، بغداد الجوادين، بغداد أبي حنيفة، بغداد الشيخ عمر الجيلاني وإلى آخره. يعني بغداد هي التنوع الثقافي. احنا دائما نشوف اكو فد مفردة دائما نتعامل به نقول هذا بغدادي، مو صحيح. عندنا البغدادي هي مو منطقة أو بقعة من الأرض، وإنما هي هوية ثقافية، هوية الانتماء، هوية الاعتدال، هوية قبول الرأي والرأي الآخر. فحقيقة هي بغداد تمثل هذا العمق الحضاري. فأنا دائما أقول بغداد هي من تختار، لأن بغداد هي رئة الثقافة وقلبها النابض، فلا يمكن لأحد أن يمن على بغداد في أن يجعلها هي أو مدينة ثقافية. فبغداد هي الحاضر وهي التاريخ وهي كل شيء. نعم بكل تأكيد أستاذ. كيف يمكن لبغداد الاستفادة من هذه المهرجانات وهذه الاختيارات عندما يختار أحد المهرجانات مثلا على سبيل المثال بغداد عاصمة الثقافة العربية والسياحة طبعا، كيف يمكن الاستفادة من هذا الموضوع مستقبلا؟ احنا قلنا في بداية الحديث انت بعض المدن تريد التعريف، وانما بغداد باعتبار ان احنا بعد 2003 حدث عندنا فد مشكلة في واقع البلد، والماكينات الإعلامية بدأت تضلل وبدأت تعمل على التخويف باعتبار أن بغداد هي قندهار، بغداد هي الإرهاب، بغداد لا. بفضل الله وبحمد الله وبجهود العراقيين بغداد اليوم عادت إلى الحاضر. فإحنا من خلال هذا المهرجان، من خلال هذه الثقافة، نريد أن نطمئن الأخوة العرب، الأخوة الأدباء المفكرين العالميين العرب الكل أن تأتي إلى بغداد وترى أن بغداد قد ضمدت تلك الجراح وقد تشافت وقد تعافت، وبغداد عادت إلى رونقها، عادت إلى أن تكون بودقة الثقافة وبودقة التلاقي بين الأديان، بودقة التلاقي بين الثقافات، بين الشعراء، بين الأدباء، بين المؤرخين. فحقيقة هذا الكرنفال راح يضيف إلى العالم بأن بغداد قد عادت، لأن بغداد لا يمكن أن تموت، فإن بغداد لو ماتت فإن الثقافة قد تموت. نعم. أكيد. شكرا جزيلا لهذا الوصف أستاذ علي. حدثنا أكثر عن الأماكن السياحية التي قد تجذب السواح، شنو ممكن الأماكن يحبون يزوروها قبل لا يأتون لزيارة بغداد؟ يعني أرجع وأقول هي بغداد كل شبر منها صحيح. هي منطقة، هي تراث، هي يعني مثلا عندنا شارع الرشيد، نعم. عندنا مثلا القشلة، عندنا شارع المتنبي، عندنا مثلا الكاظمية، عندنا الأعظمية، عندنا بغداد، عندنا معروف الكرخي، عندنا الكرخ اللي هو تمثل الهوية الثقافية والهوية الحقيقية، باعتبار أن أبي جعفر حينما بنى بغداد بين مدينة الكاظمية وبين الكرخ. فحقيقة هذه المعالم اللي موجودة عندنا، مثلا المدائن، عندنا قرقوف، هذه أماكن
حضارية قديمة قلنا قبل الميلاد. عندنا العديد من الأماكن، عندنا المدن الحديثة اللي انبنت اليوم. بغداد هذا الانفتاح في التطور العمراني والتكنولوجي، عندنا العديد يعني من الأماكن. عندنا الجند المجهول، عندنا الشهيد، عندنا العديد من الأماكن الجميلة، لكن يحتاج لنا احنا حقيقة الترويج إلى هذه الأماكن، باعتبار أن احنا قلنا اليوم عالم التكنولوجيا العولمة هي العالم عبارة عن قرية. واضح؟ يمكن قديما ما كان البعض يعلم، أو هذا التطور التكنولوجي من 2000 إلى يومنا هذا بدأ عدة طفرات من خلال الميديا، من خلال برنامج تيك توك، غيره، اليوتيوب. فدائما ان احنا شلون نوظف هذا الحدث، شلون ندعي المشاهير. نعم. المشاهير من يجي تدرين هؤلاء المشاهير عندهم مشاهدات، نعم. يعني قاعدة جماهيرية كبيرة، قاعدة جماهيرية صحيح. كبيرة. فشوفين اذا نتذكر خليجة 24 حينما اقام في العراق، حقيقة نجحت اللجنة الأولمبية أو كرة القدم، نجحت أن تعيد تلك الثقة وتلك العلاقة بين الأخوة العرب وبين العراقيين، وأن الخلافات ترى كانت هي أكذوبة إعلامية، ولا يوجد عند العراقي تطرف أو ميولات إلى عرق معين أو قومية أو أقلية أبدا. العراق هو بلد الجميع. فحقيقة في كل شبر من بغداد، حتى هواء بغداد هو معلم من معالم الحياة. طبعا إلى جانب سياحة الآثار، سياحة المعالم اللي يزورون بغداد، هنالك سياحة دينية لربما، وأيضا إلى جانب السياحة الدينية احنا نلاحظ طبعا أنه الكاظمية عندنا الجوادين، وإلى ذلك بكل تأكيد هنالك أيضا الأقليات. لربما مثلا أصبحت أيقونة في 10 سنوات الأخيرة كنيسة سيدة النجاة، أصبحت أيقونة بعد تفجيرها 2010 طبعا من قبل مجامع إرهابية، رجعت وصارت معلم من معالم المسيحيين في العراق. يعني شيء طبيعي. اليوم هي الكرادة تتغنم في هذا المكان. هذا المكان حقيقة هو هوية من هوية العراق. يعني احنا ما ممكن ان ننكر ان العراق كان اكدي، كنداني، اشوري. واضح؟ فهذه هوية. يعني قلت احنا بغداد تنوعت فيها الهويات الثقافية، تنوعت فيها الهويات الدينية. يعني العديد من مر في بغداد وحكم بغداد، ولكنه حافظ على هذا الطيف، حافظ على هذا التنوع. حقيقة من جمالية العراق ومن جمالية بغداد هو هذا التنوع العرقي والأثني والديني والقومي. هذا يعطيك فد رونق. يعني دائما احنا باقة الورد من تتعدد فيها الألوان تكون صحيح. جميلة أكثر، تبرز جماليتها. واضح؟ نعم. بينما إذا كانت لون واحد لا تكون باهتة. فجمال بغداد هو ذلك التنوع، وبفضل الله الأخوة والعلاقات الاجتماعية اللي موجودة بين كل الأقليات، بين كل الأديان، بين كل الثقافات، بين كل الأعراق، بين كل القوميات. احنا أخوة ونشكل هوية. يعني احنا أيضا من خلال هذه القناة الموقرة بودي أن أطرح هذا الطرح، بأن حتى المثقفين، حتى كل واحد عنده هوية. اليوم أنا أمتلك هوية، جنابك تمتلكين هوية، جنابك عندك هوية، لكن أن هذه الهويات المختلفة تذوب في بودقة العراق وفي بودقة بغداد، وأن نقدم تلك الهوية الوطنية. احنا اليوم بأحوج ما نكون إلى الهوية الوطنية. الدين شيء فردي، لكن الوطن للجميع. اليوم احنا من نطرح هذه الوحدة العراقية وهذا التلاحم والتناغم بين أفراد المجتمع العراقي، راح نثبت للآخرين، نثبت للعالم، نثبت للعرب بأن العراق هو واحد، وهو المواطن وهو المثقف. لأن كلمة المثقف هو من يتقبل الرأي والرأي الآخر. أما من يكون الفكر اللي يمتلكه أحادي، فحقيقة هذا راح يكون عنده ميولات وتكون عنده اتجاهات ويكون منبوذ. واضح؟ لكن حينما تذوب قلنا في الهوية الوطنية، راح إن شاء الله نقدم الجانب المشرق والجانب الجميل والجانب التراثي والحضاري والثقافي إلى بغداد، ونجعلها أن تكون قبلة لجميع العالم، للأخوة العرب، محيطنا الإقليمي. اليوم شوفين مثلا دائما كانت بيروت أو كانت أنقرة أو بعض البلدان تعمل بعض الأمور حتى يكون لها طابع جذب. نعم. لأن هذا حتى ينوع في الإيرادات، يقوي القوة التجارية للبلد.
فحقيقة قلنا احنا بغداد هي معروفة، وفي علم المنطق نقول ان المعرف لا يعرف، واضح؟ لكن نحن لا ندعو ولا نروج الى بغداد، وانما نعيد الذاكرة، لان بغداد هي بكل تأكيد موجودة. تأكيد. كيف يمكن تطوير معالم بغداد وتجديدها لربما من أجل جلب سياح أكثر في المستقبل أستاذ علي؟ احنا دائما لابد ان تكون هنالك خطه موجوده عند الحكومه الى دائره الاثار، الى الثقافه، المفروض ان تكون هنالك خطه يعمل عليها. احنا دائما نشوف في التخطيط عندنا خطه 8 خطه 20، من خلال هذه الخطه تبني. تشوفين الان في المملكه العربيه موضوع مشروع نيوم 30، واضح؟ بدأ إلى الترويج وأكفت خطة عمل للارتقاء إلى الهدف المنشود. احنا المفروض حقيقة نعيد هذه الأماكن التراثية والأماكن الثقافية، وإن كانت حقيقة هذه الحكومة مشكورة بدأت تعتني في هذا الجانب. نشوف اليوم شارع المتنبي حقيقة اليوم قبلة مو فقط للكتاب أو للشعراء أو لا، هو قبلة لكل العراقيين، يأتي كي يتغنى وكي يرى الفن والشعر والأدب وكل الفنون الجميلة. بدأ اليوم عندنا مشروع، يعني قبل أيام أنا قرأت في أحد المواقع الإخبارية إن شاء الله شارع الرشيد راح يرمم وراح يكون هويته الثقافية والتاريخية تكون حاضرة، باعتبار أن اختاروا المعماري اللي هو يحافظ على الهوية التاريخية والهوية الثقافية. بدت عندنا مشاريع، لكن احنا نطمح للأكثر. مثلا عندنا في مدينة الشعلة على أطراف بغداد مدينة عقرقوف، حقيقة مدينة تاريخية. عندنا المدائن أيضا مدينة تاريخية. عندنا في قلب بغداد، في بغداد الجديدة، إذا المشاهدين يمكن يتذكروها، عندنا تل محمد يقولوا لها ترى هذا موقع أثري عمره أكثر من 3000 4000 عام، وهو وين؟ في بغداد. لكن شو يحتاج إلى الاعتناء، يحتاج إلى الترويج. أنت دائما عندك منتج، لكن مشكلتك بمن؟ بالترويج. اليوم المنتج اللي معروف واللي مرغوب منه ما يروج له بشكل احترافي. بكل تأكيد. احنا يحتاج لنا ان تكون هنالك عندنا خبراء تنمويين في التنمية البشرية، في الترويج، في الانتاج، في الاعلام. حقيقة اليوم هي الحياة عبارة عن اعلام. اليوم اللي ينجح بالاعلام بامكانه ان ينجح في كل شيء، واللي يفقد الاعلام يفقد كل شيء. احنا يحتاج لنا هذا الترويج، ويحتاج لنا انشاء هذه المدن وتقديمها كهويه ثقافيه الى بغداد. استاذ علي، حدثنا عن الجانب الاقتصادي من اختيار بغداد كعاصمه للسياحه العربيه، شنو تاثيرها على الاقتصاد العام للعراق؟ الريع اللي موجود في العراق، الدخل القومي العراقي دائما تعرفون هو معتمد على النفط، واضح؟ وانت تشوفين النفط هو متذبذب في يوم من الايام ان يكون شت داون ويطفى. يعني انت تشوفين الحرب الاوكرانيه، دوله عظمى وقائد عظيم مثل بوتين عانى في حرب الطاقه باعتبار انه هو بلد نفطي، فما بالك في بلد مثل العراق او هذه. اذا في يوم من الايام النفط العالمي بدا يهبط، حقيقه راح نواجه مشكله. بينما اذا نوعنا الدخل القومي للبلد راح يكون عندنا أرباح، القوة التجارية راح تقوى. الشيء الآخر، اليوم احنا دائما العراقيين يبحثون عن التعيين وعن التوظيف، يعني اليوم الوظيفة فالشيء، لكن إذا فتحنا هذا المجال الثقافي وعرفنا في هوية بغداد راح تنفتح عندنا معالم. هذه المعالم راح تشمل مطابع، مطاعم، مقاهي، كل شيء حقيقة. فراح يكون إيراد إضافي وراح يضيف للدخل القومي العراقي. وبعض البلدان عاشت على هذا الأمر، عاشت على معالمها الأثرية. بكل تأكيد هنالك بلدان لربما لا تمتلك يعني دخل قومي بديل سوى الحضارة ولربما السياحة. يعني احنا قلنا بغداد، يعني اللي يريد دين فعندنا ما شاء الله من الأضرحة، اللي يريد حضارة فعندنا ما شاء الله من الأماكن الحضارية، سياحة صيفية، اللي يريد الأهوار موجودة، اللي يريد الجبال موجود. طبعا بكل تأكيد الأهوار تتحدث عن هذا الموضوع أستاذنا العزيز. سياحة الأنهار، عندنا نهر دجلة والفرات، هل نستفاد أكثر في المستقبل من وراء هذا يعني هؤلاء الأنهر، يعني أو لربما الأهوار؟ احنا شو نقول؟ حقيقة أكفت قضية مهمة. لا يوجد بلد فقير في العالم،
الفقير هو من لم يوظف تلك الموارد. واضح؟ بكل تأكيد. لكن أنت إذا وظفت الموارد فأنت غني. أنت عندك مثلا قضية البندقية في إيطاليا، هي مدينة مائية تمثل الأهوار. احنا اليوم اذا ننعش الاهوار، اذا نبني منتجعات، فاللي يحب هذه الطبيعه الخلابه في الاهوار حقيقه راح تكون عندنا فد قبله المن للآخرين من جميع بقاع العالم العرب. إذا نريد الجبال فموجود الشمال، إذا نريد الأنهار فموجودة دجلة والفرات، واضح؟ إذا نريد الأماكن المفتوحة فعندنا الأماكن الغربية. عندنا العديد من المعالم، عندنا العديد من يعني بعض البلدان يعني بالإمارات بدأوا ينشؤون مثلا برج خليفة انشأوا من ياباب من باب تعريف، باعتبار موجود أطول برج وين بالعالم في هذا، فهو كان هوية. لكن أنا اليوم عندي الأهوار ومثل ما تفضلت عندي الأنهار، هاي كليتها إيرادات البلد، هاي كليتها بإمكان أن نشغل وبإمكان أن نجيب يد عاملة، لأن ما تكفي اليد العاملة. عندنا مثلا أور اليوم بدأت تنبني، اللي هي اليوم دعاة الديانة إبراهيمية، باعتبار أن مدينة أور هي قبلة إلى نبي الله إبراهيم. أيضا المفروض أن تنبني المنتجعات والقرى والفنادق. قلنا في الهوية الدينية موجودة عندنا الكاظمية، في موجود أبي حنيفة، آثار بابل، ربما آثار بابل، عاشور، حمورابي، كلية النمرود. يا أخي أنت عبارة عن ثروة، أنت يعني لكن شنو وين اللي يوظف؟ حقيقة هذه الدولة حقيقة احنا شفنا بها الخير، والرجل معطاء، وبدت تتوجه الدولة وبدت عملية التعافي، وبدت ولعل اختيار بغداد مدينة للثقافة حقيقة راح يكون لها الأثر الكبير، باعتبار أن يحرك ذلك الماء الراكد وأن يعطي الأفكار الجديدة. هل سنشاهد أستاذ علي تعاون بين الدول العربية أخرى في هذا الاختيار، اختيار بغداد عاصمة للسياحة؟ حقيقة هذا ما نتمناه، لأن دائما احنا قلنا بغداد هي تمثل عمق تاريخي. البعض لا يريد لبغداد أن تنهض، لكن إن شاء الله بفضل الأخوة العرب وفي فضل أدباء الشعراء، وأيضا من خلال هذه القناة الموقرة ندعو إلى المغتربين في المهجر من العراقيين، من المثقفين، من الأدباء، من كل واحد عنده طاقة. آن الأوان أن يرجعون إلى بلدهم العراق، وآن الأوان أن يكون العراق هو ملتقى وقبلة للمثقفين. وإن شاء الله عندنا أمل كبير. احنا حقيقة هذه البوادر رأيناها في خليج 24، كان انبهار للأخوة في الخليج، في العراق وفي طيبة العراق وفي كرم العراقي وفي الترحيب الحار. حقيقة هو العراقي والبغدادي حقيقة عنده هذا الكرم وهذه، لأن الكرم من الشجاعة، والعراقي معروف شجاع. وحقيقة بدت الآخرين يغيرون هذه النظرة اللي قدمها الإعلام المعادي للعراق خلال 2003 وفيما بعد. لكن الآن حقيقة الأمور تغيرت، واليوم الثقة رجعت بين الواقع الإقليمي والواقع العالمي، والكل الآن يتمنى أن يعود إلى بغداد ويذهب إلى الأهوار ويذهب إلى الشمال ويذهب إلى الجنوب ويذهب إلى الغرب والشرق. فالعراق هو قبلة الجهات الأربعة. شكرا جزيلا أستاذ علي. سؤال أخير أستاذ علي. نعم. كيف يمكن أن تحسن السياحة علاقاتنا مع دول الجوار لربما ودول عربية باستثناء؟ وشيء طبيعي. أنت اليوم شوف، يعني احنا ما أريد أذكر بعض الدول. شوف أنت اليوم إذا تريد أن تحارب بلد مباشرة من خلال بث الإشاعات، من خلال بث الإخبار، من خلال الماكينة الإعلامية، تبدي العالم تتخوف أن تجي إلى هذا البلد. تبدي هنالك الحقد بين الدول، المشاكل، المؤامرات. لكن حينما تتقارب هذه الدول من خلال الجانب الثقافي، باعتبار أنا قلت في بداية الحديث
أن الثقافة هي لا تمتلك هوية دينية ولا هوية عرقية ولا هوية قومية. الثقافة هي أن تتقبل الرأي والرأي الآخر. الثقافة أن تكون منفتح حتى المثقف، ولا يمكن أن يدجن أو أن يروض، لأن المثقف هو عبارة عن الحرية. فحقيقة أنا كل أمل، وحقيقة أشعر في الأمل والتفاؤل بأن لا، الأيام المقبلة إن شاء الله منا إلى عام 30 العراق غير على قولة الكويتي. إن شاء الله. إن شاء الله، وبركتكم وبركة هذا الإعلام شكرا جزيلا المعتدل والإعلام الراقي والنقي والذي يقدم والذي همه على هذا البلد. حقيقة احنا اليوم فرحين جدا بوجود هذه الوجوه الإعلامية التي لها أشعر هذه الحفاوة وهذا الخوف على العراق والطمع في أن يكون العراق هو قبله، وهذه هي الهوية الوطنية. نعم. شكرا جزيلا أستاذ علي. طبعا بكم. احنا تشرفنا بحضورك اليوم. أنتم الشرف. أخذنا من وقتك. الله يخليكم. إن شاء الله يكون لنا لقاءات ثانية، مواضيع أخرى. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله خير. يعني شكراً. أهلا مرحبا.